السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تصريحات تاع المدرب تاع السنغال، ويستمى تصريحات خطيرة. ذركي المدرب كي جبد التنظيم تاع المحليين اللي كان في الجزائر، واللي كان هو مدرب ودار لقب في ذاك الوقت، والتنظيم تاع كاس افريقيا في المغرب، وجبد الموضوع. ذاكي تنظيم عند في المغرب كان ناقص، والله كان فيه تجاوزات. لخطرش مستحيل باه مدرب كبير باش يهدر هضره كيما ذي، وباش يكون عنده لاعبين عالميين، منتخب السنغالي ومنتخب راح يلعب نهائي، انه يقعد في محطة قطار وما عندوش الامن وما عندوش يستمى. هذه اذا كانت الهضرة تاعو حقيقية، هذه راها كارثة، هذه كارثة. شفنا تنظيمات كي تعود حتى منتخبات تعود حتى تاع 16 عام، والله عندها حراستها، عندها امنها، عندها اموراتها، عندها خاطرش هذه إذا كان راه كيما راه يقول خاوتي المغاربة، سمحوا لي، إذا كان كيما راه يقول أنا إنسان حقاني، أنا قلت لكم تستاهلوا تطلعوا النهائي بالصح. إذا كانت صح نهي الكاس تدوه بالروح، تدوه بالقتالية، تدوه بكرة القدم، تدوه بالصح. اللعب اللي تلعبوا الإدارة وذيك تأثر على المنتخب، خطرش عليه الإدارة ذركي، والله المنظمين اللي عندكم، والله المسؤولين اللي في المغرب يستمى. إذا هذا المدرب راه عنده أدلة، مادام راه هدر لابد صوروا بلي بورطابل تاعهم، لابد معناها راح تفضح أمور، وإلا تفضحت أمور ما تخدمش الكرة المغربية. الكاس يدا في التيرة، يدا بالو، يدا بروح قتالية. إذا كان المنتخب شاك في روحه وما يديش يستمى، ولات كارثة. احنا قلنا المنتخب المغربي منتخب قوي، بصح إلا وصلت أنهم المنظمين ولقجع أنه شاك في المنتخب تاعو ما يديهش مع لاعبين عالميين كما السنغال، يستمى راها كارثة، يستمى ما ولاش كاس افريقيا. حتى وتدوه انتم ما ترضاوش عليه، انك تشوف منتخب يتنحلوا الامن، منتخب العائلات تاعهم والناس اللي رايحه تجي ما يعطولهمش تيكياتهم، يحرموهم. يستمى هنا راها ولات رجعنا للعصور الوسطى. احنا رانا نسمعوا في شفنا الملاعب عالميه، بصح العقليه ماهوش الملعب. احنا كي نشوفوا الملعب كيعود مانيش عارف مخدوم بالديامو، بصح العقليه تنظيم هذاك هو الصح، هذاك هو العالمي، موش ستاد بلا ضوا وليكليراج وكذا ومنا ورانا عالميه. لا العقليه الا كانت مش عالميه ماهوش تنظيم. انا مانيش نهضر على الشعب عادي، نتوما راكم تسيبورتو كذا ماكم فاهمين فيها والو. انا راني نهضر مع الناس اللي تنظم. ما كي تعود عالمي يكون في عقليتك عالمي. وفر للسنغاليين، وفر له الامن، وفر له ذيك، وفر له، وربحوا تيرا، ربحوا بالو. انا وكان ندري باللي الجزائر تنظم كاس افريقيا والله كاس العالم، والله مانيش عارف واش من كاس قاع يتم يا ودي، مقابله عاديه ويديروا فيها اللعب ويديروا فيها كذا وتبان حقيقه. والله ما نقدرش نعترف باللي ذاك الكاس داتو لعب، والله ما نقدرش. ما انا وكان نخرج ونقول لهم يا ودي يا صادي ما كان، لا ماناش نحوسو.
هذه راه فوتبول، هذه راه ماهيش حاجه. وزيد فوتبول راها فوتبول عادي، معناها كي تدي كاس افريقيا راك ماكش راح تعود خادم ذره ولا خادم نووي ولا راح يعترفوا بك العالم. العالم يعترف باثارك، يعترف بالتاريخ، يعترف بالعلماء، يعترف بالصناعه، يعترف. هذو اللي يدوموا ماهيش بالو دير عليها المستحيل ودير عليها باش قال يقولوا المغرب دات كاس افريقيا. الجزائر أنا نفتخر بها بالصناعة، نفتخر كي نشوف طبيب عالم وكذا وجا للجزائر نفتخر به. صح البالو ندو الكاس ونعودو مع الأقوياء وذيك عفير تاع تطلع لي مورال وكذا، بصح ما هي حتى حية يروح. هاي في 2019 هاني ظهرك خلاص نسينا وراح اللي راح وولات منتخبات أخرى أقوى منا وفات اللي فات. بصح العالم يبقى عالم كما العالم تاعنا اللي دخل اللغة العربية في الميكرو لحد الآن نتباهاو به. خاطرش كي يقول لك شكون اللي دخل للميكرو اللغة العربية تقول جزائري، رغم انه كاش مغربي ما يقراش ممكن ما يفهمهاش. دي انا نهضر مع اللي يقراو اللي على بالهم بها نفتخر جزائري يخدم وكذا ومن والله نفتخر بهذاك العالم تاع المخ. زيدوا ثاني يزيدوا يقولوا راه يهضر. هاي عندكم سقسوا عليه تاع المخ انه الثاني في العالم في المخ ثاني. أنا نفتخر به. هذاك كي نقول ندير عليه المستحيل هذا يدوم. هذا يقولوا الجزائر يرفع علم الجزائر. صح إلا كان هذا اللي وش راه قال المدرب راه حاجة كبيرة وخطيرة جدا وما تنفعش المنتخب المغربي، ما تنفعوش. من الأحسن كاس افريقيا يروح بالروح الرياضيه ويروح باللعب، وراكم في بلادكم ماشي يبوه لعب بصح ماهيش بحاجه اخرى. نشوفهم لعبوا الاربيت ما كانش قلتها في ماتش نيجيريا في ماتش الكاميرون قلت لعبوا كذا. الواحد يكون صريح بصح كي تشوف تريشاج تشوف كذا كيعود المنتخب تاعي الجزائري وما نقبلهاش. ممكن ما خرج كاع فيديو كي قاعد داني نيف نسكت بصح ما نقولش داها لعب. اما المدرب السنغالي كي جبد الجزائر علاه عارف باللي الجزائر مسامي المغرب، معناها تاع يا مغاربه هاهي الجزائر نظمت وديناه من الجزائر بصح ما دارولناش كيما هاك، رغم انه النهائي ثاني احنا كنا طرف فيه. معناها كنا نضغطوا ونديروا لهم وكذا، وكان ما جاتش عندنا الروح الرياضيه وماناش عارفين باللي كرة قدم تبقى كرة قدم. مش حاجه نهضر مع المنظمين تاع المغرب. مش حاجه لانك لازم تديها وكذا والشعب ما كاين والو. تديها ضارك ما بينك وبين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ينساوكم. التطور راه هنا في العقليات، التطور راه في التكنولوجيا، التطور راه في العلم. هذه اللي تجروا عليها على البالو وكذا وتربحوا في العيب وكذا ومنا وكان زدتوا هذا ربحتوا العيب ان الناس تعود خدامه عندكم في المغرب، الناس تعود مش محتاجه، الناس تعود عندها قدره شرائيه، الناس تعود لاباس عليها، تعود عندكم عداله، تعود تستثمروها في حوايج اخرى باش المغربي يعود صح مواطن. روح استثمرها له في حاجه نتاع الصح اللي يستفاد منها المغربي. ذاك السيد راه رافد علام في المروك اذا راه يجري وحنا وما عندوش عشاء ويحوس على المروك تدي الكاس قدوه تدي الكاس وهو ما يلقاش يتعشى. واحد مريض ما عندوش الدواء روحوا جيبوا له دواء ولا هي بالمروك تدي الكاس. ما هيش كيما هاك. واش نقول لكم الا كانت صح وثبتت بالادله باللي صرات مشاكل المنتخب السنغالي في نهائي واسمهم اسمحوا لي هذه ما ولاتش كرة قدم، وتحرقوا التنظيم نتاعكم تحرقوه. هذه راها عقليه نتاع الستينات والسبعينات
والثمانينات، خلاص راك في 2025 البرازيل في بلادها وفي كاس العالم وخرجت في الالمان وخبطتها بسبعة وعادي، والشعب يبكي وعادي، ورجعت وما كاين والو، ما داروا سابوطاج، ما قال لك حنا نظمنا كاس العالم وحنا ابطال العالم لازم ندوه. العقليه ذي الدورقه في العالم الثالث، نظمت ونديه بالتحكيم بلا تحكيم هذه راه قان تاع العالم الثالث. باه هذوك البسطاء والناس تاع روسانها وتاع ذيك يلهاو قبل بالو. راني نعاود فيديو واحد اخر نزيدو ان شاء الله تخرج الصور، واذا ما خرجت الصور وكان تاع السنغال يهدر، لا ثاني نرخصو، خاطرش لا الانسان يقول الحقيقه. واذا كانت صح اسمحوا لي المغاربه، مش نهضر عليكم انتم، على المسؤولين وعلى المنظمين وعلى الاقجع وذيك، لا ساعتها والله غنحط الفرده، ساعتها ما يعودش عنده كاس افريقيا تديه المغرب، ما يعودش عنده اعتراف كاع، ما يعودش معترف به كاع، يعترفوا به قا في المغرب برك، واحد اخر ما يقولكش المغرب زاد تدات كاس، وحنا ما نتمناوهاش ان شاء الله ما تعودش كاينه منها، ان شاء الله يكون نهائي مليح، وان شاء الله ما تعودش كاينه هذه الضجه كامله، ونتمنوا التوفيق لكاع الخوت. السلام عليكم.